السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب ام يحيى، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وايه بقى يا حبايب ام يحيى؟ ايه ام يحيى الطبق الجامد ده؟ بصوا شوية كشري تحفة، ان شاء الله هتجربيهم وهيبصي اسهل ما يمكن. لو هتعملي من كل حاجة كده حاجات قليلة ما شاء الله عليه. بصي الكشري عامل ازاي، حاجة كده جميلة. تعالي بقى كده ايه بينا نشوف عملناه ازاي. ادي مقادير الكشري ايه بقى يا ولاد الجميل. بصوا بقى التوابل: معلقه كبيره بابريكا، كمون، معلقه سكر كبيره، كزبره ناشفه، بهارات، بودره بصل، بودره ثوم. وايه كمان؟ معايا 4 بصلات كده، هاخد 2 منهم اعملهم ايه للتقليه بتاعت الكشري، اللي هي البصل اللي انت بتشوفيه متحمر اللي ايه على وش الكشري. معايا شويه ثوم وقرنين فلفل حامي، وايه معايا طماطم هقطعها للشطه، معايا ربع كيلو عدس بجبه، وربع كيلو رز او ربع كيلو وشويه يعني 300 جرام رز. معايا طماطم للصلصه بتاعت الكشري. وايه ام يحيى اهو يا قلب ام يحيى، معايا حوالي 800 جرام مكرونه اللي هي الصغيره المرمريه على الاسباجيتي. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بص بقى هنعمل ايه يا ستي الكل. هناخد بصلتين على شوية الثوم الفلفل ونعملهم ايه ونضربهم في الكعب، ونغسل العدس ده ونولع عليه، والرز هناخده ننقعه. تمام تمام. بصوا حبايبي انا غسلت العدس اهو، وحطيت له شويه كمون وشويه ملح وايه وميه وشويه ميه. كترلوش الميه عشان ما يبقاش ايه معجن معاكي. اهو ولعت عليه البوتاجاز اهو، هوطي عليه. تمام. طيب والحله دي فيها ايه؟ الحله دي حطيت فيها زيت وايه، وهولع البوتاجاز عليها، وهعمل البصل بتاع التقليه اللي هو ايه البصل المتحمر اللي ايه بيبقى على وش الكشري. تمام. طيب والحله الكبيره دي فيها ايه؟ فيها ميه هتغلي عشان نسلق المكرونه. اهو الزيت قدح اهو، هقطعه ايه حلقات. بسم الله. اهو البصل اهو يا حبايبي ايه حمره اهو، بس ايدك فيه ما تسيبهوش عشان ما يتلسوعش منه. هحط له معلقه ايه، معلقه نشا. معلقه النشا دي هتديله قرمشه حلوه. خلاص كده ايه خرجنا البصله. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالبصل على الثوم على الفلفل. مكان البصل ايه حطيت البصل ايه بتاع تقليه الكشري. تمام. مكان البصل اللي احنا ايه عملناه اللي هو بتاع تقليه الكشري اللي هو البصل المتحمر اللي بيتحط على الوش، خرجته وحطيت البصل بتاع صلصه الكشري. خلاص كده ايه البصله احمرت معانا اهي، بصله مع الثوم اهي. نروح بقى نازلين ايه عليها شويه خل كده حلوين، شموا بعض روايح الحلوه بقى. هتسيبها بس دقيقتين تشرب الخل وتنزل عليها بالقوطه. نزلي كده بالطماطم بقى الحلوه بتاعتك دي. نروح نازلين ايه حلوين بكل التوابل بتاعتنا اهو. نزلي بقى تقليبه كده ايه حلوه واظبطي حياقه.
اهو ظبطنا بقى ايه كحقيقها كده. نروح مغطيينها، وهنا الميه غليت اهي. اروح ايه سلقه المكرونه والعدس معانا ايه، قربنا ندفع عليه اهو. ننزل بقى بالمكرونه اهو. سلقنا اهو المكرونه. نفس الحله بقى هنعمل ايه، نحط شويه زيت ونعمل الرز. هننزل بقى بالرز. هنعمل بقى الشطه. هنحط شويه زيت في الحله دي، نحطهم كده ايه على النار، نحطهم على البوتاجاز. وايه كمان يا حلوين، وهنحط شويه صلصه على الزيت اهو. على الزيت ده اللي ساخن ده نحط عليه شويه صلصه. اهو يا حبايبي، شويه زيت على شويه صلصه، وهنحط شويه خل. وايه كمان، وهنحط شويه شطه. وهنحط بقى شويه قطم اللي احنا مقطعينها للشطه دول اهو. قلبي بقى كده هياخد غلوه وخلاص. على كده يبقى احلى شطه معاكي، احلى دقه شطه معاكي. بصوا يا حبايبي الكشري عامل ازاي. بصوا الصلصه، وبصوا الدقه بتاعته الشطه، وبصوا دقه الخل دي حاجه كده. بصوا ما شاء الله عظمه. جربيه وان شاء الله يعجبك. خلاص يا حبايبي عرفنا ايه الكشري مع بعض اهو. بصوا ما شاء الله، بصوا البصل عامله ازاي مقرمشه وجميله. العدس مفلفل. بصوا رز ابيض عادي، وهتحط عليه زي ما قلت لك شويه عدس وايه وتقلبتين وزي الفل. بس ما تحرقوش قوي لان العدس اللي معاكي حلو، والمكرونه هي ما شاء الله عليها. بصوا شويه كشري لو هتعملي من كل حاجه ربع كيلو هيبقى زي الفل. ودي دقه ايه، الدقه بتاعت الكشري. وعملنا شويه ايه الصلصه بتاعت الكشري الجميله دي. وعملنا كمان ايه الشطه بتاعت الكشري. حاجه جميله ما شاء الله. ولو هتعملي بتمن كيلو عدس، ربع كيلو مكرونه، ربع رز، هتلاقي نفسك عملتي بسم الله ما شاء الله حله كشري معتبره. لو عجبك بقى الكشري بتاع ام يحيى تعملي ايه يا حبيبه ام يحيى، هتعملي لايك واشتراك في القناه ودعوه حلوه منك لام يحيى. مع الف سلامه، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.